تخيل معي شاب فقير في نيجيريا ما عنده شيء، يحلم يصير غني ويعيش الرفاهية. اسمه كريس. من صغره وهو يحاول يدبر رزقه لين ما دخل عالم الإيميلات النصابة. انتشروا الشباب وقتها بسالفة أنا أمير نيجيري، وكان يرسل مئات الإيميلات يومياً. وصدق أو لا تصدق كان يجيب له آلاف الدولارات. بس الطماعشين قال ليه أحتال على ناس؟ خليني أستهدف شركات. بدأ يشتغل على بنوك، مكاتب محاماة، شركات أمريكية صغيرة، وفعلاً بدأ الدخل يصير خيالي. لما الحكومة النيجيرية بدأت تشدد هرب لماليزيا، وهنا بدأت النقلة. إنترنت سريع، VPN، أدوات احترافية، وانطلقت عمليات النصب بشكل ما قد صار، وبدأت الفلوس تتدفق بشكل مجنون. بس ما اكتفى، فتح حساب انستغرام وبدأ يستعرض ساعات، ملابس فخمة، سيارات، ووصل 2,200,000 متابع. بعدين راح دبي وصار ينصب أونلاين ويكسب بين 1,000,000 إلى 5,000,000 دولار في الأسبوع الواحد. تصور رحلات خاصة، بنتلي، لامبورغيني، شوبينيغ من كل الماركات. حتى فندي أرسلوا له كيك في عيد ميلاده في مجسم صغير على شكل كريس جنب شنطهم. وهنا كانت الغلطة. FBI شافوا صورة الكيك واستخدموا تاريخ ميلاده اللي على الكيك علشان يربطونه بتأشيرة قديمة قدمها لأمريكا من سنين، ولقوا كل بياناته. مرت شهور وفجأة وهو نايم في بيته في دبي دهموه الشرطة الإماراتية واعتقلوه هو وطاقمه كامل. لقوا عندهم 40 مليون كاش، 47 جوال، 71 لابتوب، و13 سيارة فارهة. وبعد محاكمته بأمريكا خذ 11 سنة سجن. وهنا تنتهي قصة كريس اللي صعد من الحضيض للثروة ورجع من الشهرة للزنزانة. إذا عجبتك القصة لا تنسى تشترك بالقناة وتعطينا لايك علشان توصلك قصص أقوى وأغرب.